السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. يقول المولى عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. باغد سمكتي غيث مثنو سيوث النعمة غيلان من نعم الله عز وجل يثم غيلان مقر يدي نعم سيدي ربي فلانو النعمة غيثما النعمة غيلان نغفل فلاس مليح يثما، والله نغفل فلاس مليح لأنه ترموض الحاجة غيلان نوالفيت هذا ربما وتتنسمك ثير حاشا ما نضيعيت بالمقابل يثمثنا غيلان النعمية غيلان صراحة صن عامنا يثمغ ذا شو يتسوى النعمية طلي كان يثمغ زور غيون وموتين كسبيطار سديوي غربي شفا ديوي بشفا غيموطال مرة، والله غيثما ساعة العالي غاديك شمي وانا كان السبيطار كيا ماشي حاشا ما كان يسعى غاموطين غير غي سني وندا موطين ساعة العالي غلعب هذيك كتطلع كيا باش كذي عالم يثما النعمة واش غيك تعيش النعمة واش غي ثليت. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام مغدنا ذكرت نغزور في زكوان زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. العبد كذلك مش حاش ما يسعى الجنازة لا غير سنيول مثلا الحباب يسناقل مثلا باش كذا يروح هذا يزور يعني المقابر العادي كذلك يثمى إيوا شو اسمك فيها دخل الحوايج أنه الدنيا فانية نقدر يثمى كشمغا كاين تحفظ في موطينية تكشمغ الشومبرا باش كدافع موطينية، والله غيثمى غير الشعار البدني ويولي وحقيقة يثمى مرة فوالي تيثماك إلا هو المسكين يتنازع يتفق رويس ويتنين يتنازع يتفع بوطيس ويتنين يتنازع يتفع طاريس القريح أنازع مرة فوالي تيثماك كيا وتصوالي تيثمى أنه شقلك النعمة تسمتسيعة تفكيك رب العالمين الصحة، والله غيثمى ما تسوى الدنيث اي موطنية ما سندش يا بيشفع. والمقابل النبي عليه الصلاة والسلام إن يغد أنه ما يريد تزرط العبد ابتلي رب العالمين أتنيت الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. يعني أول وهلة غتمكتيت النعمة غيدي نعم رب العالمين في الناش النعمة الصحة العافية أشحال مليون يثمى وري الزميرة لا غتذكر في طرنيس يوكنا دياس ولا ذي الجامعة دي الزار يتسمني غتذكرك في طرنيس يوكنا دياس ولا ذي الجامعة دي الزار وري زميرة لا أشحال مليون يثمى وري السرتاح راه حتى لو كان يديش الماكلة حتى ذا النعمة من الماكلة يثمى وتيسبني نارا وري زميرة لا غاديش مسكين القوى القريح إلا المسكين ورجال العشاء يتنازع مسكين يشكتيس القوى القريح. ولهذا شوف يثمى النبي عليه الصلاة والسلام اش يدينا النعمة غنتي وين غتسعى يثمى والله غذوين ذي السلطان ما يلاغي وداد النضوين ذي الأروع ذوين ذي الملك. وحقيقة قال يشبح النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. إنك وين ذكر تصبحيث من أصبح منكم آمنا في سربه
يكرد قلامان يكرد ورسعى أي الخوف ولاش قوش راه يقل يتعيش قلامان يكرد الحمد لله نعمة الأمن، نعمة الأمن والأمان. أذكر ولاش قوش راه يقل أذي الدو قبريل في أمان، أذكر قلامان يتدو غلامان. نعمة الأمن والأمان ذي النعمة تنقرنت إلى ربي سبحانه وتعالى من بها على قريش الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فكرت قلامان ولاش دشرة ثقضت ولاش دشرة كيسقذن آمنا في سربه معافا في جسده سالما صحيحا. ولاش داين راه شكتت الجثين تكرت الحمد لله ذي الصحة العافية الحمد لله. ولاش واش راه شكتت الجثينك ناخذ واش راه شكتت البدنينيش الحمد لله. تكرت بخير وعافية صحيح الجسم سليم البدن سليم العقل. تكرت الحمد لله الصحينيش عنده قوت يومه يسعى ذا شرذيش الكفاية وسني كان يعني السكفة ذا شرط تشتسني كان الحمد لله. طيب النعم من نعم الله عز وجل إلا من الله بها عز وجل على قريش الذي أطعمهم من جوع. في نعمة نعم عظيمة أتيلي تقلمان بصحينك طفي ذا شرط تشتسني عنده قوت يومه إسعى ذا شرذيش الكفاية ذا شرذيش سني أسكويات يرحم ربي فكأنما حيزت له الدنيا. إن يشوي يملك الدنيا وين الدنيا مرة يملك السيفة سنيس وين الأرواح وحقيقة يثمع. ولهذا غيثمع النبي عليه الصلاة والسلام والوصايا ذا شوت أنه ندعو رب العالمين. ذا شو ندعو رب العالمين العفو والعافية. امدح نبينا عليه الصلاة والسلام الصحة فقال عليه الصلاة والسلام مقارنة وإنني لن تولي النعم الغنى أكثر من الصحة. يعني يدعون الغنى يدعون كنيس قارن تشوف رب العالمين الصحة الضيق معليش الحاجة العالية. ولكن ولاش النعمة إلا المقر فلاش النعمة الصحة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس بالغنى لمن اتقى. العالية العبد اللي يسكف ربي يغلى رب العالمين الحاجة العالية ذي النعمة تنقرنت من نعم الله عز وجل. ولكن منه ثي أولا لمن اتقى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم المال الصالح للرجل الصالح. نعمة فذرمتك إلا الصلاح إلا نويتي بابسك الحلال منه يورقزي إلا نصلح لأنه غادي ينفع عزيز الأمة. العبدين لن ذمر كنتي غيسك فطر رب العالمين العبدين لن يصلح وين غادي ينفع يثماس وين نفعني وريت غيمارة غورس كان وين نفعي نسدي الدور ويد الحاجة العالية. ولكن في المقابل يثمى إمركنتيا ما راضي يعلم أنه ذا شو يسوى النعمة من الصحة والله ما يقبل تلا نعمة الغنى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والصحة لمن اتقى خير من الغنى. لو كان الصحة ما يثمن تنوز وكانت تنوز ترى الصحة والله كانت تزانا غوسي مركنتية وغانا تزالن ويا ربي ما ردير الصحة ينس. تصرت يوم مسكين ضموطين أزدمون ديال لوبيراسيون مثلا مليار 600 مليون إيون ضزاويلي مسكين اندراسي زمر اندراسي زمر. ولكن إيون دا مركانتي بزمر ولا حد يداوي ويا ربي ما ردير الصحة ينس ويا ربي. فلو كان يثمن الصحة ينس لو كان تزانا غوص العباد. ولكن يثمن الصحة كما قيل الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى. وحقيقة يثمى الصحة يثمى ذي التاج
ذي التاج السفل قروين النار ولكن راه توالي انت جايه انا قرضي مطال وطرموغ العبد يثمغي والف الصحه الشك صباح يتسكر بخير على خير الشك صباح يتسكر بخير على خير يتسبيا الحمد لله وليسعى راه كنيسقان المشكل يتسبيا يتسدو بيا يقان بيا المورال بيا الحمد لله يولفيت يوميا اول فين يثمى سيغ ذين يستغفر للعبد ولهذا ساعة العباد العبد يثمى ساعة العالم غادي يفغك كنيسقان فويس وشو أدي مكثي غيثمى سيلان خرجوا عن العادة زيارة المستشفيات غادي يزوريونا موتينا يثمى غادي يروح كان هذيك شماكه كنيسقان من باب الذكرى اصلي كان يسعى موتي والله غادي توالي غيثمى مساكن تنازعا سواق راحوا الفاميليات ديالنا مساكن تسرون تصالي تيفاس نيكاستين الحمد لله يا ربي اتحمد التربيه وتتشكر وين الحاجه غير لاني تربى في ضرب العالمين نسعى ثم جمع تبرعات فائده من جمعيه دينيه مسجد النور مسكن بلديه خراطه والله لا يضيع اجر المحسنين ربي غير سبحانه وتعالى قواليس وان تاذن لئن شكرتم لأزيدنكم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وغينا ضربي قوالي سيثما واشكروا نعمة الله شكرت النعمة ربيها النعمة ربي غيثما في لنا والله لا تعد ولا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها النعم ربي في لنا غيث مغيو نور زميران تحسب نور زميران تحسب لكن تبغوا تحسب تيثون ونتسكفى وترى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فإن يقدر بشكر في النعمة رب العالمين واشكروا نعمة الله عليكم إن كنتم إياه تعبدون إن كنتم إياه تعبدون ثم النعمة غيثما نسوى سقسى في الناس نا خطير نسوى سقسى في الناس النعم مرة غيدي نعم رب العالمين في لنا أن سوى سقسي في الناس انت يوم القيامة ولا تسألن يومئذ عن النعيم ولا تسألن يومئذ عن النعيم وقال بشبح النبي عليه الصلاة والسلام لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه اسقسم ربي العبديس وفي حديث للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة أن يقول له ربه ألم أصح جسمك ألم أصح جسمك وأروك من الماء البارد ويتفكي غير النعمة يلا الصحة فكي سليم البدن سليم الجسم معافى فكي غير النعمة ذي النعمة غيثما غيلا النقاء ولهذا غيثما العبد المريض وين غيلا ضمطين وهي على كل حال وهي بلاء والله عز وجل يأجر ويثيب كل من صبر على البلاء شكي ونفكي يصدر بالعالمين البلاء يصبر في الناس إلا هو في أجر بالعالمين ولكن يثمر العبد وريت من نار البلاء ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الوصاية فوش ويخي وصى في الناس إن دعوة ربي طلب ربي سلوا الله العفو والعافية اطلب ربي الصباح العشاء لأنه ذي النعمة غير المقر مقارنة النعم يتر ذي العبد اللي مسكين ذا زوالي مسكين ولكن مرة تسقسيت فلوس كاين والله الحمد لله الحمد لله ما إلا من تسدوك أنا كفطر من النور الحمد لله وشو يعلم ذا شو يسوى النعمة والصحة
ما إلا تغلي الصحينك تروحك الصحينك والله راك نار تملك تشي من دوني مرة أزوح ودي تسبني ما إلا تروح الصحة والله أزوح ما يفسد بني غسو كان تملك تشي دوني مرة يسعى لا طونسيو يسعى السكر يسعى ويا روح عادي فيرا ما يسعى دري من هذا شو يبغى وريزمير هذا مسكين دا شو يبغى يتشهوى مسكين هذيش ولكن كيقارو زمر غير ساعة سكر ساعة كساعة ولكن يوم دا زوالي مسكين الحمد لله ما إلا غير فثلو قمتني كذا شو هذه تشكر الحمد لله ذي حمد ربي وتشكر فالنبي عليه الصلاة والسلام إنك ادعوا ربي سألوا الله العفو والعافية فما أوتي أحد بعد اليقين من العافية إليك ولاش الحاجة غير النعمة غير المقر أراد يفكر بغير بعد اليقين أشتن الصحة العافية فنسأل الله يتمم العفو والعافية نسأل الله العفو والعافية نسأل الله عز وجل أن يتم الصحة على الأصحاء وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين إليه ضمطين إثمان الطلب بعد الدعاء مستمطين فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفيه وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم رب الناس اذهب البأس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هذا شفو ربي إيموت المرة وهذا قوي ربي ويشني غيك صحان فهي غيثما من باب الذكرى كان إيوا كان يثما غفل ثرى في النعم رب العالمين.